طبعا الفيديو من غزة وحنضل مكملين نقل الحقيقة من غزة. تخيلوا يا جماعة الخير انه فرحي كان كمان يعني شهر من بداية الحرب على غزة. الحمد لله على كل حال، يعني لا ضل بيت ولا ضل ناس ولا ضل جيران. الاحتلال قام يعني بعمليات مش مجازر، إبادات جماعية للمواطنين. قديش كمية الرسائل اللي بدنا ننقلها للعالم الخارجي مش حنوصف حجم المشاهد اللي شفناها في أرض الميدان. يعني احنا بنصور للعالم 5% و95% ما بنقدرش نصوره. يعني يتم استهداف منازل بدون سابق انذار على ساكنيها. كيف احنا ممكن ننقل هذا المشهد؟ يعني حاليا موجود اشخاص تحت الانقاض لحتى اللحظة احياء، محدش عارف يطلعهم. احنا حالنا كصحفيين يعني اكثر من 12 يوم حرب محدش شاف اهله. لحتى الان النازحين في المدارس، في المستشفيات، في الشوارع مش قادرين يسيطروا على موضوع الطعام والشراب والملابس والكهرباء. هذا نموذج صغير احنا اللي بنشرحه من غزة.